8 خطوات تخلّيك ناجح على السوشيال ميديا. في الزمن اللي إحنا عايشين فيه ده، السوشيال ميديا بقت من أقوى الحاجات اللي تقدر تغيّر حياة الإنسان في لحظة. ناس كتير جدًا بدأت من الصفر خالص، زي مؤثرين كتير زي مستر بيست أو أبو فُلّة، ما كانش عندهم شهرة ولا كان عندهم ملايين المتابعين. ابتدوا ببداية بسيطة جدًا وبأقل الإمكانيات. الحقيقة إن النجاح مش مجرد حظ، دي مجموعة من الخطوات لازم تاخدها ورا بعض، ولو التزمت بيهم ممكن يغيّروا طريقك بالكامل. أول خطوة، ابدأ فورًا، ما تستناش. لو أنت عندك شغل مستقر ودخل ثابت، ابدأ جنب شغلك عادي واعتبره حاجة إضافية أو هواية بتعملها، وما تنتظرش نتيجة سريعة، وما تحطش نفسك تحت ضغط إنك لازم تنجح بسرعة. السوشيال ميديا ممكن تبدأ فيها بإمكانيات بسيطة جدًا وتحقق نجاح كبير. موبايلك اللي في إيدك ده ممكن يكون بداية كافية جدًا. اوعى تسيب شغلك وتخش مجال السوشيال ميديا وتعتمد عليها كدخل ثابت ليك، لأ، خليك في وظيفتك اللي بتدخل لك دخل شهري وخليها بجانب شغلك. تاني خطوة، خد القرار دلوقتي وما تأجلش. ناس كتير عندها أفكار ممتازة بس دايمًا يقولوا هابدأ بكرة أو هابدأ لما تيجي لي فرصة أو لما أكون جاهز أكتر. لو فضلت مستني اللحظة المناسبة عمرها ما هتيجي، ممكن ساعتها ما تبدأش خالص. ابدأ بالإمكانيات اللي معاك دلوقتي ومع الوقت هتتعلم وهتطور نفسك. تالت خطوة، ما تستناش دعم الناس اللي حواليك. في البداية ممكن تلاقي ناس حواليك بتحاول تحبطك، ممكن يقولوا لك إن السوشيال ميديا دي تضييع وقت أو إن الموضوع معاك مش هينجح. في الحقيقة ده طبيعي جدا، أي فكرة جديدة دايما بيكون في ناس مش مقتنعة بيها. عشان كده ما تخليش رأي الناس اللي حواليك يوقفك. لو كنت مؤمن بالفكرة كمل طريقك. رابع حاجة، ثق في نفسك. الثقة بالنفس هي من أهم أسباب النجاح. أول ما تبتدي تنزل محتوى دايما هيبقى عندك خوف أو توتر إنه ممكن ما يعجبش الناس، ودايما تستنى رأي الناس في المحتوى بتاعك. بس في الحقيقة ده شيء طبيعي، كل صانع محتوى ناجح مر بالإحساس ده قبل كده. الفرق الوحيد إن هما ما وقفوش، استمروا، كملوا واتعلموا وطوروا نفسهم. خامس خطوة، خلي طموحك كبير وسقفك عالي. ما تحلمش حلم صغير، خلي طموحك كبير. تخيل نفسك بعد سنين وانت عندك ملايين المتابعين وناس كتير بتهتم تشوفك وتتفرج على فيديوهاتك. وتخيل المحتوى بتاعك يقدر يأثر في الناس حتى لو واحد بس اللي شافه. الأحلام الكبيرة هي اللي بتديك طاقة إنك تكمل حتى لو الطريق كان صعب. سادس خطوة، ما تخليش التعليقات السلبية تحبطك. السوشيال ميديا فيها كل أنواع الناس، في ناس هتحب محتواك وهتشجعك وفي ناس هتنتقدك أو هتسيب لك تعليقات سلبية. حاول ما تركزش في التعليقات السلبية وتجاهلها تماما، وتمسك بالتعليقات الإيجابية حتى لو كانت قليلة. ومع الوقت ومع النجاح اللي أنت هتحققه ناس كتير هتؤمن بيك، وساعتها التعليقات الإيجابية هتبقى أكتر من السلبية. سابع خطوة، ما تعتمدش على الترندات بس. كتير من الناس بتجري ورا الترندات عشان تجيب مشاهدات سريعة، بس اللي بيجي بالسهل بيروح بالسهل. حاول تقدم معلومة أو قيمة للمتابعين بتوعك عشان يفضلوا يستمروا معاك. الناس هتجيلك شوية صغيرة عشان الترند وبعد كده مش هتتابعك تاني. اللي هيستمر معاك اللي انت فعلا بتترك لهم قيمة، سواء بقى معلومة مفيدة، فكرة جديدة، أو محتوى يخلي الناس تتعلم منك حاجة. ساعتها هتبني جمهور حقيقي مهتم بالمحتوى بتاعك. الترند ممكن يجيب لك شهرة سريعة لكن القيمة هي اللي بتبني نجاح طويل المدى. تامن خطوة وأهم خطوة على الإطلاق، الاستمرارية. كتير من الناس بتبدأ بحماس، ينزل كام فيديو ويلاقي مشاهدات قليلة فيجي له إحباط وما يكمّلش. لكن الحقيقة إن النجاح على السوشيال ميديا دايمًا بيحتاج وقت. كل فيديو بتنشره هو خطوة جديدة، كإنّك بتبني مبنى بالضبط. كل طوبة بتساعد في بناء المبنى لحد ما المبنى يبقى كامل. وكل تجربة بتعلّمك حاجة جديدة وبتخلّيك تفهم الخوارزميات بتاعة السوشيال ميديا شغّالة إزاي، وإيه اللي بينجح وإيه اللي ما بينجحش، وإيه الحاجات اللي ممكن ترشّحها للناس عشان تتفرّج عليها أكتر. وفي الآخر ممكن فيديو واحد بس ينتشر فجأة ويخلّي آلاف الناس يعرفوك ويتابعوك لأول مرّة. عشان كده أهم حاجة ما توقّفش، استمر، اتعلم، طوّر نفسك، ومع الوقت هتشوف النتيجة. ودي كانت أهم 8 خطوات ممكن تبتدي بيها. أتمنى ليكم التوفيق جميعًا وشكرًا.